بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. عيد سعيد علينا وعليكم. احنا لسه لحد دلوقتي في أجواء العيد. كل سنة وانتم طيبين. أنا بقى والبنات كنا خرجنا اتفسحنا، انتوا شفتوا الفيديو اللي فات. كنا على نهر النيل عندنا هنا في القرية اللي عندنا. كنا جايين ميتين من الجوع. طبعا عايزين ناكل. هناكل ايه يا بنات؟ قالوا لنا تعالى نجيب كشري. قلت لهم لا، كشري مين والناس نايمين؟ لا مش هنجيب كشري. علبه الكشري ب 15 جنيه او ب 20 جنيه، وما فيهاش اي حاجه ومش هتشبع. تعالي يلا نطلع نعمل اي حاجه فوق. هنعمل ايه؟ قلت لهم مالكوش دعوه، انا اللي هعمل. فانا كنت حطيت ميه سخنه من السخانه على طول، واول ما غليت رحت حاطه فيها نص كيلو مكرونه. ورحت بقى، ده عندي سجق فوق، رحت ماسكاه مقطعاه طرنشات. كان عندي 3 وحدات سجق في الفريزر، غسلتهم بميه وفكوا على طول، ورحت مقطعاهم طرنشات زي ما انتوا شايفين كده. ورحت جايبه عليهم قرن فلفل اخضر قطعته معاهم، هتشوفوه دلوقتي. ورحت بقى اول ما المكرونه جبت حبيتين طماطم، رحت ضربهم في الخلاط حبيتين بالظبط، لان كان عندي صلصه بتوم اهي في قلب الفريزر، معلقه مش كتير يعني، بس قلت التوم هيديها طعم حلو بدل ما اعمل توم جديد. وجبت بصلايه. اول ما المكرونه اتسلقت رحت مصفياها في الحوض على طول، كله في حله واحده. دي مكرونه الحله الواحده زي ما بيقول. ورحت شاطفه الحله على طول، نزلت المكرونه اللي فيها ورحت حطها على الولع. ورحت حاطه حبه زيت. هنا بغسل المكرونه عشان تبرد بس شويه عشان ما تتهريش. حطيت حبه زيت ورحت مخرطه البصلايه. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا بقى كنت بخرط البصلايه، بصلايه واحده بس. اول ما تتبل اروح حطيت عليها السجق على طول. هتشوفوا معايا دلوقتي بسرعه كده، مفيش دقيقتين كنا واكلين. مفيش كملتش نص ساعه بصراحه، يعني ربع ساعه بالكتير، وكنا قاعدين بناكل. ولا نجيب كشري ولا نروح نجيب حاجه. ما تضمنيش القوطه غاليه دلوقتي، تضمنيش القوطه بتاعتها عامله ازاي، لان طبعا الحاجات المحلات اللي زي دي بتسترخص وكده، ربنا يسهل له. بس احنا بقى نعمل حاجه في البيت مضمونه ونظيفه، وفي نفس الوقت طعمها حلو وتقدري تاكلي منها اللي انت عايزاه. اول ما البصلايه اصفرت رحت حاطه عليها ادي هنا قرن الفلفل، كان هو اخر قرن الفلفل عندنا، جازة العيد بقى وكده، ما فيش اي حاجه عندنا. فرحت عاملاهم مقلباهم الاول مع بعض كده. شوحت السجق مع البصل مع قرن الفلفل، ورحت حاطه عليهم الطماطم الفريش على طول تشويح. هو استوى يعني، يعتبر زي ما السواه زاد شويه، بس مش مشكله عشان ده مش سجق بلدي يا جماعه. حطيت عليهم طماطميتين، ورحت حاطه عليها حبه الصلصه اللي هما بالثوم كانوا عندي في الفريزر. كنت عامله انا مسقعه في رمضان في يوم. الفيديو ده يا جماعه ما حصلوش ان هو يتشاف يعني، بس يلا الحمد لله. الفيديو باظ مني في المونتاج وما زعتوش. كنت عامله اكل شعبي جامد قوي في رمضان، بس يلا الحمد لله. حطيت حبه الصلصه، ورحت حاطه حبه توابل. دي صلصه بتوم كانت عندي. ورحت حاطه جيت احط فلفل اسمر، ما لقيتش فلفل اسمر. قلت لهم شوفوا لي فلفل اسمر، كان عندنا كيس نعمله، ما لقيتوش. ديت حاجات حمدي بيجيبها معاه من الشغل. لقيت كيسين صغيرين كده فلفل اسمر، قلت لهم هاتوهم هيقضوا الغرض. بس فلفل جميل يعني، باقيين صغيرين كده، هما بيجيبوا مع الوجبات بتاعت اللي بيدوها له في الشغل وكده. وحطيت الملح وظبطت الملح وظبطت كل حاجه، وسبتها تتسبك. خدتش 10 دقايق، اتسبكت بسرعه. ورحت حاطه عليها المكرونه. هشوفوا دلوقتي معايا. اول ما اتسبكت الصلصه رحت حاطه المكرونه على طول اهي. عملت مبكبكه مصري مش مبكبكه ليبي، عملت مبكبكه بالسجق. بس كانت جميله، كانت تحفه. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه يحط لنا اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كانت طعمها جميل، كانت حلوه قوي بصراحه. حتى دلوقتي هتشوفوا روضه عماله بتناكف فيا عشان هي كانت نفسها تجيب كشري، وانا اعترضت انها ما تجيبش كشري. فقعدت لا مش حلو، قلت لها لا دي ملهاش حل، تعبالي بس كليها وشوفيها. هنا اهو هتشوفوها دلوقتي بقى من قريبه كده، جميله زي المبكبكه بالظبط. بس طبعا المبكبكه بتتحط المكرونه ناشفه وتحط تزود عليها الميه، لا انا سلقت المكرونه لوحدها. شوفوا يا جماعه المكرونه عامله ازاي، والله الكاميرا ظلماها.
والله الكاميرا ظلماه، جميله جدا. كلنا والله، كلناها كلها، ما فضلش غير حاجه بسيطه خالص تيسير، والله كلتها تاني يوم لانها عجبت تيسير قوي. تعالي بقى، انا بقول لها ماشي يا راوده، عماله بتنكف فيه، وهشوفه جوه برضو احنا قاعدين بناكل. انا قلت لهم انا هقعد انا اكل الاول، بقول لهم ببكبكها. والله كانت جميله جدا وملهاش حل، الحاجه اللي بتتعمل بسرعه كده وعلى غفله دي بتبقى جميله اهو. بص عماله تقفل الكاميرا، كل ما اجي احدفها بالازازه تروح قافله الكاميرا. اه حدفتها بالازازه، قلت لها تعالي بس كلي وشوفيها، كانت تحفه. والله ما قعدت. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. ووصل معانا لحد هنا يحط لنا اللايك والاشتراك في القناه اهو، عند انفراوده، حطوا لي اللايك عند انفراوده، اشوف وشكم على خير.